السلام عليكم. بما أن شهر رمضان قرب، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة وعلى الجميع يا ربي. بغيت نشارك معكم هاد الكيش اللي كيجيو زوينين. نبداو على بركة الله. عندي 4 الكيسان ديال الدقيق، بيضة، ملحة، 2 معالق كبار ديال الزيت، 2 معالق كبار ديال الزبدة، على حسب اللي متوفر عندكم. بغيتو ديرو الزيت بوحدو ديروه، بغيتو ديرو الزبدة ديروها. من الأحسن الزبدة تكون بحرارة المطبخ. كي قلت لكم أنا حيت عندي في الدار متوفرين بجوج درتهم. درت شوية د الملحة، كنخلط الخليط هكا حتى كيترمل معايا. كنضيف بيضة، كنبدا نجمع في الخليط. كي كتعرفوا لي كيش ما كيبغيوش يعني نعلكوهم، يعني كنخدمهم غير بالصبيعات ديال يدينا. وكنبداو نضيفوا الماء شوية بشوية، وكنبداو نحركوهم كنجمعوهم حتى كنحصلوا على عجينة رطبة ولينة. الماء كديروا على حسب الخليط شحال يعني شحال غيهز ليكم، يعني ماشي بزاف، يعني نبقى واحد 4 الكيس 4 ديال عفوا 4 ديال المعالق ولا 5. هنا كي كتشوفوا من بعد ما حصلت على عجين رطب كنقسمها على جوج. كنضيف نصف فيه فلفل احمر، النصف الثاني كنخليه عادي. كنغطي العجينه وكنخليها ترتاح مده ديال 10 دقائق. من بعد كنطلقها على سطح العمل. وهنا كنبدا نشكل في الكيش. ليمون على حسب اللي عندكم متوفر، انا عندي هاد الصغارين كنفضلهم يعني، وكنبدا نخدم عليهم. كي كتشوفوا هنا انا ما كان زعما ما كندير في وسطهم حتى حاجه، زعما باش ما تطلعش العجينه او تعوج. كنشدها كنتكا بالفرشيطه وكندخلهم في الفران على بوطه مهيله صافي. وكيخرجوا صراحه مزيانين. بالنسبه لهادو اللي عندي فيهم فلفل احمر كيجيو عاديين. والعجينه نسموها باي حاجه عندكم في الدار. انا حيت ما عنديش منسمات في الدار يعني خدمتها عادي. هنا من بعد ما وجدوا معايا كنوجد الحشوه اللي غنعمر بها الكيش. كنضيف بيضه، كنضيف شويه د لا كريم فريش او الحليب اللي بغيتو، معلقه ديال الدقيق، وشويه ديال الملحه، وشويه ديال الابزار. وكنبدا نخلط، وكنزيد البصله اللي شحرت معها مليحه والزيت. وكنضيف الفرماج موتزاريلا او فرماج حمر اللي متوفر عندكم في الدار. كنقسم الخليط على جوج. كنضيف النصف كنضيف فيه الثوم، والنصف كنضيف فيه اللانشون. كي قلت لكم اللي عندكم في الدار ديروه، يعني عندكم كفته، عندكم كروفيت، لا داند اللي عندكم، يعني على حسب الاستطاعه ديال اي واحد. وصافي من بعد كنعمرهم. ملي كنعمرهم كنضيف الفرماج كاري ولا الفرماج اللي بغيتو نتوما، الموتزاريلا ولا فرماج حمر تذوقوهم من الفوق. كتدخلوهم في الفران كيجيو زوينين وهشاشين وبنانين الصراحه. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في وصفات جديده ان شاء الله، وبصحه والراحه.